لو قلت لك إنه في مبرمجين شغالين في جوجل وما بيعرفوش يحلوا معادلة، ولو قلت لك برضه إنه كان في ناس شاطرة جدًا في الرياضيات وفشلت في البرمجة، يبقى السؤال الحقيقي هنا، هل الرياضة شرط والّا مجرد خرافة؟ خليك معايا للآخر لإنه الإجابة ممكن تغيّر قرار مستقبلك كله. خلينا نكون صريحين مع بعض، البرمجة مش أرقام، البرمجة تفكير منطقي. طب يعني إيه؟ يعني تعرف تحل مشكلة خطوة بخطوة. يعني عندنا مثلًا تطوير الويب، الرياضة اللي بتحتاجها فيه بسيطة جدًا. تطبيقات الموبايل بتحتاج منطق وترتيب، والهتمتة بتحتاج تفكير مش حساب. الرياضيات بتبدأ تظهر بس لو احتجتها في مجالات معينة زي الذكاء الاصطناعي والداتا ساينس وتطوير الألعاب. وحتى المجالات ديت بتتعلم الرياضيات بعد ما تتعلم برمجة مش قبلها. البرمجة بتعلمك الرياضيات مش العكس. بس خلي بالك في سبب واحد يخلي ناس كتير تفشل في البرمجة وملوش أي علاقة بالرياضيات، وهو إنك تستسلم من أول ايرور. المبرمج الشاطر مش اللي بيعرف كل حاجة، المبرمج الشاطر اللي يدور ويجرب ويغلط ويصحح من الغلط. لو انت ضعيف في الرياضيات ممكن تبقى مبرمج ممتاز، لكن لو مش بتحب التفكير ساعتها البرمجة مش ليك. لو عايز تعرف ازاي تبدأ برمجة من الصفر خطوة بخطوة من غير تعقيد، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.